مساء الخير على حبيباتي حبايب قناة نو يور سيلف. أنا عزة ودي قناتنا. النهاردة جاي أتكلم عن موضوع مختلف خالص. جاي أتكلم مع الشباب والبنات. وموضوع النهاردة هو البوصلة اللي جوانا. احنا بقالنا كام حلقة من ساعة ما ابتدينا القناة واحنا بنتكلم عن الستات والبنات، بنحكي في أوجاعنا ومشاكلنا ومحاولتنا دايما عشان نفهم نفسنا. بس وانا قاعدة بحضر للحلقة دي سألت نفسي السؤال، طيب هو احنا ليه بنحاول نصلح نص المجتمع؟ مش المقولة الشهيرة بتاعتنا ان المرأة نصف المجتمع؟ يبقى النص التاني مين؟ الراجل، مظبوط؟ النهاردة قررت افتح الباب ونقعد قاعدة مع بعض تهم الشباب والبنات. ليه؟ لأن للأسف الوجع الإنساني مش بيفرق أبدا بين جنس والتاني، مش بيفرق بين بنت وولد. البوصلة اللي جوانا للأسف مرة تانية عطلانة مصدية عند الكل ومحتاجة إنها تتصلح. والنهاردة احنا جايين عشان نحاول نعدل البوصلة اللي جوانا. خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه. هتسألوا نفسيكم ليه دلوقتي بالذات احنا بنتكلم في الموضوع ده؟ لان للأسف الشباب اللي تايه ومضغوط عشان يثبت نفسه وللبنت اللي بيحبها او للست اللي بيحبها انه راجل بطل، وفي نفس الوقت البنت اللي خايفة ومضغوطة وبتحاول طول الوقت تثبت ان هي مثالية للشاب او للشخص اللي هي عايزة ترتبط بيه. في الاخر الاتنين دول بني ادمين، عندهم الصح وعندهم الغلط. احنا للأسف بقينا عايشين في مجتمع علمنا ان الراجل ما بيعبرش عن مشاعره، والبنت ما بتمشيش ورا طموحها. فبالنتيجة جيل كامل بوصلته عطلانة. بنقعد نخبط في العلاقات، بنجرح بعض في الشغل، بنلوم بعض دايما على السوشيال ميديا. كل ده عشان الجيل ده مش قادر يفهم نفسه، وبالتالي مش عارفين يفهموا بعض. يبقى احنا ماشيين في دايرة، الدايرة دي ان احنا مش عارفين نفهم نفسنا، وبالتالي مش عارفين نفهم بعض. وصلت الرسالة؟ النهاردة هنتكلم عن أهم وأصعب مهارة في الحياة، وهي مهارة الاختيار. كم مرة حضرتك أو حضرتك اخترتي شخص أو اخترت شخصية وقلت هو ده أو هي دي اللي هكمل معاها حياتي، وبعد فترة حسيت نفسك في كابوس، حسيتي نفسك في كابوس، مش هي دي العلاقة اللي أنا محتاجها أو اللي أنا محتاجاها. كم مرة حضرتك دخلت كارير معين أو شغلانة معينة عشان البرستيج والشكل العام، وبعد فترة حسيت نفسك إنك متضايق ومخنوق وبتقوم بالعافية عشان تروح الشغل. دي للأسف المشكلة فيها مش في الاختيارات نفسها، المشكلة في البوصلة. لأن ساعات المغناطيس أو البوصلة بتتشد للمغناطيس الغلط. احنا النهاردة هنحاول ان احنا ننظف البوصلة دي عشان نعرف نختار صح. هقول لكم مثال ازاي البوصلة بتاعتنا بتشتغل غلط. هنبتدي بمثال للبنات وبعدين نشوف الشباب. البنات ساعات كتيرة قوي البنات بتختار الشاب اللي بترتبط بيه بدافع الاحتياج. اول ما بتشوف حد
البوصلة بتاعتها دايركت كده مباشرة بتقولها هو ده. بس انت في الحقيقة محتاجة الاهتمام، مش محتاجة الشخص ده بعينه. بالنسبة للشباب بقى، هو ساعات انت بتختار بدافع الإثبات، بتبقى عايز بنت بمواصفات معينة عشان شكلك العام قدام الناس، عشان البنت دي تشرفك قدام الناس، او بتختار شغلة معينة عشان تبان انك ناجح، وفي الاخر بتكتشف انك اخترت صورة مش حقيقة. هو ده الفرق في الاختيار. ده غالبا بيخلينا نقول ان احنا بنختار بالبوصلة العطلانة. في حاجات معينة وخطوات معينة لازم تتبعها او تتبعيها عشان تعرف تختار صح ولا لا. اول حاجة القيم بتاعتك. لما تيجي تختار شريك الحياة، حط لنفسك 3 حاجات او 3 حاجات مهمة ما ينفعش تتنازل عنهم في اي علاقة. مثلا الصدق، الامان، الطموح. لو الشخص ده اللي انت اخترته ملوش علاقة بالقيم اللي انت حاططها دي، يبقى البوصلة بتاعتك بتوجهك للمنطقة الغلط. انت اتخدعت بالكلام الحلو، المظهر، الشكل الخارجي، ففي الحالة دي اهرب فورا. تاني حاجة التأني مش التأجيل. الاختيار الصح محتاج وقت، محتاج انك تاخد وقتك في الاختيار. مفيش حاجة اسمها حب من اول نظرة، مفيش حاجة اسمها شغلانة دي شغلانة العمر، لو ما قفشتش فيها انا خسرت وهتروح مني. خد وقتك وادرس وتأنى وشوف الشخص ده اللي انت مختاره في مواقف معينة، اختبره وقت الزعل، وقت الغضب، وقت الاختلاف، هتكون ردة فعله ايه. البوصلة دايما بتحتاج وقت عشان توجهنا للاتجاه المظبوط. مفيش حاجة اسمها بسرعة 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 بسرعة. اتأنى وخد وقتك. تالت قاعدة هي صوت القلب. عارفين كده الإحساس اللي بيجيلنا وبيجيلك وبيجيلك لما تحس إن في حاجة غلط وقلبك مش مرتاح؟ هو ده بالظبط صوت البوصلة الحقيقية اللي جواك. لو حسيت ان قلبك مقبوض او قلبك مقبوض رغم ان كل حاجة حواليكي وقدامك ظاهريا بتقول ان الموضوع تمام ومية مية ومفهوش غلطة، ساعتها بس اسمعي لصوت قلبك. اسمع لصوت قلبك، لان العقل في الوقت ده بيحاول يجملك الصورة من بره، بيحاول يخليها في احلى اشكالها. اسمع لقلبك. الاختيار مسؤولية. عارفين ليه؟ لان الاختيار الصح مش معناه اختيار مفهوش مشاكل. مفيش حاجة اسمها كده. الحياة مش دايما بامبي بامبي. الصح هو انك تختار الحاجة اللي انت مستعد انك تتعب علشانها. اختار البنت اللي انت تقدر تتعايش مع عيوبها، وانت اختاري الشاب الراجل اللي في عز خناقاتكم واختلافكم هيفضل راجل. لما تختاروا بالبوصلة اللي جواكم حتى في عز مشاكلكم، لو الطريق طلع صعب هتكونوا راضيين لانكم اخترتم بصدق مش بتمثيل. عشان كده بنقول ان الاختيار دايما
مسؤولية. في النهاية خليني اقول لكم ان مفيش حد دايما اختياراته صح 100% طول الوقت، في بس حد بيتعلم من اختياراته عشان يقدر يظبط بوصلته للاختيار اللي بعده وللمرة اللي جاية. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اصعب اختيار خدتوه لحد دلوقتي، وهل بوصلتكم وقتها كانت صح ولا وديتكم للطريق الغلط واتخدعتوا بالمظاهر. لو الحلقة دي فادتكم يا شباب قبل البنات، اشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لأي حد حاسين ان هو تايه في مفترق طرق ومش عارف يختار صح. واعرفوا نفسكم صح عشان تقدروا تختاروا صح. اقابلكم الفيديو الجاي.